مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اليوم بدي جاوبكم عن مجموعة من الأسئلة اللي عم توصل. الإقامات، كيف بدي ساوي إقامتي؟ في عالم مو عرفانة كيف طريقة إنك تاخد كريدت كارد أو بدك تاخد قرض جاي على الإمارات جديد، عم تقبض رواتبك، كيف عم ينزلوا على السيستم. كل هدول القصص اليوم رح أحكي لكم إياهم، ورح نبدأ من أول أسئلة عم توصل. السلام عليكم، أنا حابب أسأل، بدي أقدم على قرض شخصي فوراً، بس أنا منزل راتبي شهر على البنك وشهرين قبضتهم باليد. طبعاً أنت لازم يكون لك 6 شهور عم ينزل راتبك بالبنك، مو من أول شهرين. ما بيصير تطلب أنت قرض من أول شهرين عم تشتغل فيهم. وبالنسبة للكريدت كارد لازم تستنى 3 شهور لينزل راتبك من الشركة. أنت جاي عم تطلب اليوم قرض من أول شهرين اجيت فيهم على الإمارات، كيف زبطت معك تطلب أول شهرين؟ ما بيصير. وبالنسبة اللي عم يسألوا مشان القروض بدك تستنى 6 شهور. بالإضافة راتبك لازم يكون منتظم، يعني لازم انت يدخل راتبك كل أول شهر، ممنوع يتأخر يوم أو يومين، هو مسموح، بس وقت اللي يكون عندك عجز يومين و3 رح يكون في ليش تأخير. بالإضافة كمان لازم تستخدمه للحساب البنكي تبعك، ما بيصير يكون جامد، يعني كل مصاريفك تكون عليه، تدفع الكهرباء، تدفع مي، بالإضافة لدفتر شيكات بيعطوك مشان تستأجر. الاستئجار الشهري مو مثل السنوي. بس تستأجر بيت بالإمارات، الخطوات اللي لازم تساويها: أول شي بده يكون عندك حساب بنكي إجباري ليكون معك دفتر شيكات. تستأجر بالفنادق، تستأجر بشهري. بس وقت اللي بدك تستأجر السنوي، طبعا لأنه السنوي هون أرخص، خصوصا إذا كان غير مفروش. يعني إذا كان مفروش أنت كمان أغلى هون بيجي عليك. نحن وقت اللي نستأجر البيت، بعد ما نستأجره بدنا نروح نصدق البلدية تدفع 4% من عقد الأجار 4%، بالإضافة للخدمات. في عندك دفع خدمات وعندك دفع للبلدية 4%. بس تخلص البلدية بدك تروح على ديوا، بتروح بتقدم على الكهرباء والمي. تاني يوم بيشتغلوا عندك مباشرة، أو بنفس النهار بيشغلوهم. بالعكس، كانوا معاملتهم جدا جيدة، بيشغلوا لك ياهن دغري بنفس اللحظة، بيقولوا لك رجع على البيت بتلاقي الكهرباء والمي وصلت. كتير ممتازة المعاملة معهم. ناخد كمان سؤال تاني. مرحبا، أنا رحت لأقدم على المدرسة، بس المدرسة رفضت تاخد الباسبور عشان يعطونا إقامة. أولا المدرسة ما لها مسؤولة عن الإقامة تبعك، يعني وقت اللي تروحي لتقدمي للطالب بالمدرسة ما فيك تقلبي فيزة سياحة لفيزة إقامة. الإقامة شي والمدرسة شي تاني، ما بيصير تخلطي اثنين ببعضهم. أولا المدرسة ما بتستقبلك بلا ما يكون حتى الولد عنده إقامة. طبعا استقدام الزوجة والأولاد كمان هلأ بنحكي عليها، هدول أكتر أسئلة بسمعهم. كيف بدي ساوي إقامتي؟ المدرسة ما بتعطيكي إقامة. المدرسة ما بتخليكي حتى تقيمي هون. بدك تسجلي ابنك وتدرسيه بإقامة، تساوي على حسابه إقامة، ما بيصير. انتي بدك تروحي تساوي إقامتك، وبعدين بتساوي إقامة للولد، والمدرسة بتاخد منك الباسبور والإقامة لحتى يدخل على المدرسة. طبعا بدك باسبور والإقامة وشهادة آخر سنة دراسية للولد. يعني انتي طبعا مصدقة من الخارجية، ترجع لهون بس تجي على الإمارات، بس تجيبيها من سوريا بتجيبيها على الإمارات، أو من أي بلد بتصدقيها من الخارجية بس تجيبيها هون على الإمارات. بدك ترجعي تروحي لسفارة الدولة البلد اللي كنتي عم تدرسي ابنك فيها، إن كان مصر أو الجزائر أو سوريا. فيكي تاخدي شهادة إتمام العام الدراسي، تاخديها على السفارة هون. الشهادة بعد ما تاخديها من هون من السفارة بتاخديها على الخارجية الإماراتية، بتصدقيها، بعدين تروح على المدرسة. ما فيكي تجي دغري بدي ساوي إقامة، هي شغلة صعبة كتير. السلام عليكم، لو سمحت بدي افتح حساب ببنك الام بي دي، إماريتس ام بي دي. فتح الحساب ما في أهون منه. تاخد شهادة الراتب مصدقة من الشركة تبعك، يعني مختومة من الشركة تبعك، وبتاخد جواز سفرك والهوية.
أبسط شي ممكن تعمله إنك تفتح حساب بنكي، من أبسط الأمور. في أشخاص كتير بيستغلوا، انتبه، وممنوع هالشي، بيتحاسبوا عليه. ممنوع حدا يقلك عطيني مصاري مقابل إني افتح لك حساب بنكي. طبعا نحن ما عم نحكي على البزنس، نحن عم نحكي بالنسبة لحساب شخصي. إذا أنت بدك تستأجر، بدك تدفع مصاري بأي مكان، تحتاج أنت فيزا كارد ودفتر الشيكات. هذا أبسط شيء أنت بتفتحه اليوم خلال 4 أيام. بالنسبة أنا عندي حساب بالMBD Emirates MBD، 4 أيام بعتولي بأرامكس الفيزا كارد ودفتر الشيكات. خلال 4 أيام كان عندي حساب واشتغلت عليه دغري. خلونا ناخد سؤال تاني. مرحبا، كم تأمين الكهرباء؟ تأمين الكهرباء أول ما تفتح الحساب أنت بتدفع من 1500 ل 2500 تأمين للكهرباء والمي، وأول شهر ليطلع عندك الفاتورة ما بيصير تعدي هذا المبلغ اللي حطيته تأمين. بالنسبة للعمل، اوعك ترضى شخص ما يخليك توقع عقد عمل ويساوي لك الإقامة تبعك. لو كان معك إقامة فيك تعمل إقامة إعارة للإقامة، بس بتوقع عقد مع الجهة الجديدة. في استغلال كتير عم يصير بعدم توقيع العقد. هو فكره انه هو معه إقامة عادي بيحسن يشتغل اي شيء تاني. لا، انت اذا موجود ممنوع انك اصلا تشتغل معه بدون عقد. في كتير حالات استغلال بهي القصة. يا ريت الكل ينتبه وقت الواحد بده يشتغل بينتبه على عقد العمل، انه يعمل عقد عمل مباشرة وبدون ما يوقع على اي تنازلات. ولو وقع على تنازلات هدول قصص غير موجودة. يعني في شخص مرة سألني انه انا رحت وقعت على تنازل عن كل شيء. قلت له لا، روح للعمل والعمال هن بيساعدوك. ما بيصير انك توقع على كل مستحقاتك دغري. هذا الشيء كتير غلط. مرحبا، صار لي فترة منيحة عم دور على شغل وضل 2 أسبوع وبتخلص إقامتي، وكل الفرص اللي شفتها ما اشتغلت. راتب 2000 وما بدهم يعملوا إقامة أو حتى عقد. اوعك ترضى بهالشي، لأنه إذا ما عملوا عقد انت الخسران. انت ما عندك اي شيء يثبت انه لك حقوق انت بدك طالب فيها. وقت اللي تروح العمل والعمال انت بدك طالب بحقك. ما بيصير ما توقع عقد. مجبرين هن وقت اللي يوقعوا معك عقد بدهم يساووا لك الفيزا. اما يقولوا لك انه بلا فيزا. هلا في كتير عالم عم تقول يلا انا بدفع حق اقامتي وهلا بروح بشتغل شغل تاني بلاقي لي شغل. لا، ما رح تلاقي، رح يزيد عليك. اول شي بدك تدين. انت ما رح يكفيك المعاش اللي رح تقبضه وقت اللي تشتغل مع شخص مو عاطيك امان بالشغل. يعني وقت اللي توقع عقد هون انت عقدك هو امانك. اما اذا رحت عند شخص اشتريت الاقامة، رحت عند شخص تاني اشتغلت، انت هون ما لك شي اصلا، ما لك حقوق للطالب فيها. ممنوع يشغلك عنده وبيتخالف. اذا بيمسك بيتخالف. ما تسكت على حقك، لأنه عن جد وقت اللي ما يكفيك راتبك ما رح تحسن تعيش بالبلد. انت جاي تدور على شغل بدولة فيها 200 جنسية. يعني 200 جنسية انت جاي تدور بيناتهم على شغل. بدك تكون خبير بمهنتك لحتى تلاقي الوظيفة المناسبة لك. او اذا ما لقيتها لا تحاول تحمل حالك اكتر من اللازم. فيك ترجع على بلدك. ما فيك تحمل حالك أكتر من اللازم وتضلك موجود. عم نلاقي ب2000 عم نرضى ب2000 ما بيكفوك تعيش بالإمارات. واللي ما اشترك بالقناة يشترك معنا، واللي ما عجبه الفيديو يحط لايك، واللي ما عجبه يحط ديسلايك. بالنسبة للتأمين ضد التعطل عن العمل، سعره لمدة 2 سنين هو 120 درهم. فيك عن طريقتين فيك تساوي فيهم. اما انك تدخل وتدفع اونلاين ويبعتولك ايميل او اي مركز انصاري فيك تروح عليه، بتاخد هويتك و120 درهم لمدة 2 سنين. في عالم كتير لسه ما عملت تأمين ضد التعطل عن العمل. في معلومة حابب اذكر لكم اياها بالنسبة للسكوتر. في كتير اسئلة عم تجيني على السكوتر. السكوتر إلها شهادة
بدك تقدم عليها عن طريق ال RTA، تاخد شهادة بتخليها معك عطول، ما بيصير تسوق بلا شهادة. هي التعليمات اللي بدك تحفظها، هي لسلامتك. اكتر سؤال عم يجيني كيف بدنا نستقدم الزوجة والأطفال. هلأ بالنسبة للزوجة والأطفال، استقدام الزوجة والأطفال، أول شي بده يكون معك عقد الزواج مصدق من الخارجية السورية. بالبداية عيلتك ما بيكونوا معك، وإذا اجوا عيلتك معك فيك تعمل تعديل الوضع، ما عندك أي مشكلة. بس الفكرة انه وقت اللي يجوا على إقامة مباشرة غير وقت اللي يعملوا تعديل الوضع. تعديل الوضع بيكلف كمان مصاري. وبالنسبة للأولاد، بيان ولادة، بعد ما تجيب بيان الولادة على الإمارات بتصدقوا من السفارة مرة تانية، وبعدين بتروح بتصدقوا من الخارجية الإماراتية. بعد ما تصدقوا من الخارجية الإماراتية بتروح لأي مركز آمر، شغلتها بسيطة كتير. تروح على مركز آمر تطلب الزوجة والأطفال. انت بحق لك تجيب عيلتك معك على الإمارات، راتبك كافي. يعني الشخص لازم يكون عنده مدخول لا يقل عن 10,000 للأطفال. المدرسة مثلا في عندك أكثر من منهج فيك تدرسه، البريطاني، الوزاري، والأمريكي. حاولت إني جاوب على أكبر عدد من الرسائل اللي كانت عم تجيني. كل ما رح يجيني رسائل رح سيبهم وجاوب عليهم. وشكرا كتير لكم، وكل عام وانتم بألف خير. ينعاد عليكم بالصحة والعافية.